كيف؟ ايوه. ايوه هناك بشلكوا هناك ايوه. انا اخو الاسير وليد دكا. وليد معتقل من تاريخ من سنوات 86 ب 25/3 86 اعتقل. ما زال في السجن أكثر من 28 سنة. وليد طبعا درس في السجن علوم سياسية، بيحمل لقب ماجستير في العلوم السياسية. أنا أخت الأسير رشدي أبو مخ، رشدي حمدان أبو مخ، وأخوي انسجن قبل تقريبا أكثر من 28 سنة. ما زال في سجون المؤسسة الإسرائيلية 14 أسيراً من أسرى الداخل الفلسطيني. أمضوا أكثر من ربع قرن حالياً، تقريباً جميعهم أمضى أكثر من ربع قرن. محمود غبري، والدة الأسيرين إبراهيم حسن غبري ومحمد حسن غبري، اعتقلوهم ب 26/2/92. حكموا عليهم بالمؤبد حكموا عليهم 3 مؤبدات زائد 15 سنة. السلام عليكم، كيف حالك؟ ان شاء الله مبسوطة. إبراهيم بيكون أخوي. إحنا في العائلة 7 أخوان، هو الرقم السادس فينا. والله رشدي الله مخلوقاته بتحبه، رشدي مش أحسن منه. شو بدي أقول لك على صالح؟ مش مثله، يعني ديما متبسم وديما الحمد لله. أسرى الداخل الفلسطيني هم شريحة أصيلة من شرائح الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون. طبعاً شاركوا في جميع مراحل تاريخ هذه الحركة الأسيرة، بنوا تاريخ هذه الحركة الوطنية الأسيرة، قدموا الكثير والتضحيات وشاركوا بجميع الإضرابات. أنا طبعاً عشت معه ما يقارب 3 سنوات داخل السجن. وليد دائما بيضحك، بيمزح، يتفاعل، هذا عنده أفق إيجابي للكثير من الأمور. أنا بتصور كثير من الناس بيعرفوا شو يعني قديش إنك تنتظر الإفراج عنك بعد 28 سنة. ان شاء الله يا رب. الله يرد كل غايب له يا رب.
ابو حلمي يا سيدي شاب اعتصامي. ابني محبوس من 88 وانا يعني تصير تعبت وانا تصير يعني انمكتت دائما رايح جاي علي وانا مريضه يعني مش قادره اروح احطه بنفحه وابعده عن نفسي واروح من الساعه 2 اطلع بالليل للساعه 8 الصبح تصحين. صعب ظلها على طريق السجن يعني بياخذها بالكرسي على السجن تزوره. صعب والله بالسكعة بالبرد بالحم. اجت مريضة اجت ودبت حالها ونامت متوقعة يعني بكل اسم متوقعة انه يروح بهاي الصفقة الأخيرة. والله كارزين ربنا، احنا من سنين على رب العالمين وكارزين مش كاسد حدا غيره. وانا طيب صالح يروح علي وكل هذا اللي جيت يمه، هذا اللي بشتي وهذا اللي بدي اياه. بكى ولا مطرح يعني جايبين سيرة الأسر تاعين 48 ولا سلطة ولا هذولا. طيب يا عمي ولا احنا وين صفينا؟ احنا بدنا ولا بدنا ابن، الكل بده ابنه وان شاء الله يرد كل غايب لاهله. خلكوا كبروا وتجوزوا وخلفوا وبيعرفوا امي. ان شاء الله اللي بروح وبشوفه وانا طيبه وبنبسط بين اخوته اشوفه بين اخوته. روحوا تعين اللي بكوا معاه وابني ما روحش وصبرنا لا سنه ولا سنتين 26 سنه إله محمود بالسجن وانا اليوم بشرب بروح. طبعا انتم شايفين ام وليد دكا اللي هي امي طبعا. هاي الحجه عاشت فتره نضال عريق مع كل الاسرى، بعتقد من كل الأسرى من الداخل من الخارج من كل الدول العربية بيعرفوها. عاشت هذا ما في أسير دخل فلسطين أو السجون الإسرائيلية وما زارته، معظمهم زارتهم. هناك من هؤلاء الأسرى من فقد والدته، من فقد والده، من فقد الوالد والوالدة حاليا. الآن أمهاتهم عجائز، فقط أمنيتهم الوحيدة في هذه الدنيا أن ترى ابنها قد أفرج عنه في صفقة من صفقات إما السياسية أو صفقات التبادل. حقيقة في الصفقة الأولى اللي كانوا بدهم يفرجوا عن واحد بقرابة 48. هسا هذا الإنسان على أساسه يعملوا محاولة إنهم يطلعوه برا خارج إسرائيل، على أساس إنه تبقى شو بقولوها يعني تقديم، يعني تبقى سابقة إنه إحنا هذا حررنا واحد من 48، حررنا أسرة من 48 وطلعناهم برا، فالباقيين بدنا نطلعهم برا. فاللي بدي أقول لك إياه إنه بكل احترامي لهذا الإنسان إنه رفض إنه يطلع ورفض يكون بالصفقة الأولى. واحد من الفحم بعرفش اسمه. تأملنا في أول صفقة على أساس إنه هو من القدامى له ابني 26 سنة، بقى ما جاش نصيبنا. تأملنا في الصفقة الثانية ما صرناش نصيب. هاي الثالثة اللي امبارح ما نستجيش نقول في مبادرة. هسه أنا قاعد على نار على جمر نار، بقول الرابعة إن شاء الله بروح بيها أبو حلمي وبرد كل غايب لأهله. أنا بحبش يعني الحج اللي بتعد، دائما أتمنى للأسرى وللأسيرات قبل ما يروح ابني يروح. وبقول إن شاء الله يا ربي يا ربي يا حبيبي فرحنا بيك يما يا محمود.
صار لي زمان من أول ما ولدت لحديت هسه بعرفوش وما شفتوش، بس بشوفه على الصور، وستي دايما ضلت تخرف عنه تخرفني عنه، ودايما كل يوم بسألها عنه شو وين بده يطلع، وإن شاء الله يروح قريب. أنا كلبي مع ولادي، بقدرش أقعد، بقعدش، بنامش، تفشيري، هضوها مالش بكل كلكاني، بعرفش أنام، أنا بدي ولادي يا عمي. طبعا تطلب من لحظة إنها تشوف قبل إنها ما تفارق. طبعا هي اليوم الذاكرة عندها شوي صعبة كثير، مش شوي كثير الذاكرة، إنها تشوف ابنها للحظات أو أيام ما تبقى لها خارج أسوار السجن، تنبسط فيه، تشوفه. هذا إشي طبعا كل أم بتتمناه. يعني موضوع ترك هؤلاء الأسرى للإعدام داخل السجون، تركهم بدون أي رعاية أو سند أو ظهر أو مطالبة، هو مسألة عار أخلاقي. إن شاء الله إنكم بتجيبوا لي إبراهيم بيروح معاكم سالم، هو وجميع المساجين يروحوا لمياتهم. بدي أروح، بدي أشوفه وأنا طيب، وأنا جوزي طيب، جوزي طلعك إياه بقدرش أوقف. أما إن شاء الله بهاي السبكة الله إن شاء الله إحنا منهم، رب العالمين إن شاء الله يوقف معك يا محمود، يما يرضى عليك، رضا من رب ورضا من قلبي يا حبيبي. الأسرى الداخل الفلسطيني هم جزء لا يتجزأ من بقية الأسرى الفلسطينيين السياسيين، يعانون ما يعانيه أي أسير فلسطيني من سلب لامتيازاتهم وحقوقهم كسجناء وكأسرى. أضف إلى ذلك أن هناك تمييز صارخ من قبل المؤسسة الإسرائيلية ومصلحة السجون بين هؤلاء الأسرى وبين السجناء المعرفين كسجناء أمنيين يهود. بس صارت كثير يعني مفاوضات، وصارت صفقات تبادل، وصارت وكلهم بقوا يعني يطمنونا ويقولوا ان شاء الله ما بصير اي حركه بدونهم، وان شاء الله هم باول القائمه، ووعدات وبعدين يفشلوا بمواعيدهم. وما طلعوش لا سمح الله، يعني صدمه كبيره بالنسبه لي ولامي ولاخوتي، ان 28 29 سنه بنستنى فيه. كريم يونس الذي أمضى أكثر من 30 عاما في السجون الإسرائيلية لم يسمح له بالمشاركة في جنازة أبيه الذي توفي قبل عام، في حين أن مثلا عامي بوبر قاتل العمال الفلسطينيين في عيون كارا يمضي معظم وقته خارج السجن في إجازات وسمح له بالزواج. طول الوقت كنا نؤكد أن ادعاء الطرف الإسرائيلي أن أسرى الداخل الفلسطينيين 48 هم شأن داخلي لا يجوز أن يدخل من ضمن أي صفقة تبادل، هذا ادعاء باطل مرفوض، وكنا طوال الوقت نطالب بتجاوز هذا الادعاء وإصرار الطرف الفلسطيني أن يرفض هذا الادعاء. وفعلا في صفقة الأحرار تم تجاوز هذا الادعاء الإسرائيلي، وأرغم الطرف الإسرائيلي أن يدمج أسماء بعض الأسرى من الداخل الفلسطيني، وتم إطلاق سراحهم في صفقة وفاء الأحرار. وهذا أمل الوحيد، إذا ما فيش هناك إطلاق سراحهم معناها قتل لهم. الأسير الفلسطيني أصلا رضي لنفسه بفرح أن يحيا حياة الأسر حتى ينتصر للثوابت الفلسطينيين، لا ليتنازل عن الثوابت الفلسطينيين. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير عم أبو زياد، إن شاء الله. إن شاء الله كل المساجين الفلسطينيين بيطلعوا أحرار على طول، يعطوه 10 سنين زيادة، ولا يتنازلوا عن شبر من القدس ولا عن الضفة ولا عن مطرح. اليهود مش مستلمينه. احنا بدنا يطلع على ثوابت، على
ما يبقاش ضرر لأشياء ثانية يعني. حول هذا الموضوع الذي يحاول أن يصطنع ويفرض في نفس الوقت الطرف الإسرائيلي أو المبعوث الأمريكي، وكأنه يريد تنازلات عن الثوابت الفلسطينية مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، أنا في تصوري هذه المعادلة لا يوافق عليها أي أسير فلسطيني إطلاقا. ولا ممكن، لو بكذ أخرى 100 سنة ما بنقبلش فرط لا بالقدس ولا بفلسطين. بقبلش هذا الاشي علشان القدس وعلشان فلسطين وعلشان اللاجئين، انه اخوه يطلع لحاله ويتحرر وباقي الشعب كله يبقى محبوس مسجون. نحن طوال الوقت كان خطابنا واضحا إلى كل القيادة الفلسطينية، وهو ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود أسرى سياسيين من الداخل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، ويجب أن يصبحوا طوال الوقت جزء من هم إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، سواء كانوا في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس المحتلة. أن يتم الإفراج عن أسرى الداخل الفلسطيني مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الذي كان يتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا حقيقة يعني مصدر للسخرية. شتان بين أسرى أبطال أحرار انتصروا لقضية عادلة، هي القضية الفلسطينية، هي قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، في مقابل جاسوس إسرائيلي قام بدور التجسس في اتجاه آخر بعيد كل البعد عن قداسة القضية الفلسطينية وتوابعها. لذلك الربط بينهما هو ربط ظالم يشوه قدسية ومكانة الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وأنا شخصياً أرفض هذا الربط من حيث المبدأ. فمن الناحية الأخلاقية على السلطة الفلسطينية أن تلتزم بما تعهدت به لشعبنا الفلسطيني، أن تلتزم بما تعهدت به لأهالي وذوي هؤلاء الأسرى عندما اجتمع بهم الرئيس أبو مازن في المقاطعة في رام الله. كان اتفاق والإسرائيلية والفلسطينية وبوجود الأمريكان مضوا على 104 أسماء، 104 أسماء من الأسرى ما قبل أوسلو، وبيبي نتنياهو وحكومة إسرائيل مضت عليهم واتفقت على هذا الأساس. على الطرف الفلسطيني أن يدمج أسماء لأسرى فلسطينيين من الداخل الفلسطيني في أي صفقة تبادل بغض النظر عن هذا الادعاء الإسرائيلي المرفوض. أنتم اللي أنتم مزبوط ولا لا؟ وتنازلوا اللي تنازلوه، هسه وقفت على هي أولادنا اللي ما لهم مش إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هاي الأشياء تطلعهم إذا بتأخر إصبع واحد من العرب من ال14 ما يطلعوش ال14. نأمل أن نرى هناك التزاما بخطابنا في صفقات قادمة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. إن شاء الله بإذن الله إنه بيجي يوم إنكم تخرجوا من السجن بإذن الله في ثياب العز المرفوعين الراس بإذن الله، عمر السجون ما استفسرت أحدا. نحن نتمنى على كل القيادات الفلسطينية على صعيد السلطة وعلى صعيد الفصائل الفلسطينية وعلى صعيد كل الجماهير الفلسطينية أن تكون ثابتة وفق هذه الرؤية، وهي الثوابت الفلسطينية أولاً. أؤكد هنا أنه في حال عدم الإفراج عن أسرى الداخل ضمن الدفعة الرابعة، وهو ما صرح به
كما سمعنا في الإعلام الجانب الإسرائيلي، فإن هؤلاء الأسرى للأسف سيقضون ما تبقى لهم من عمر داخل السجون الإسرائيلية. إبراهيم يا مرود عيني للمتح اللي حطيتك، أطلب من الله يلا تروح كل سجين على بيته. شفتك يا إبراهيم على شط البحر تتبختر، عمود فضة وعمود الذهب الأخضر، وركبت يا يما ركبت وراك عسكر وينعطشت الخيل مسكيها من النهر الأخضر. يا يما عتمة السجن ما توهن بعزمي، وسنة الله المحن الصبر يا أمي. يا يما عتمة السجن ما توهن بعزمي، وسنة الله المحن الصبر يا أمي. بإذن الله الملقى يكون، يا يما ما تبقى سجون، الله معانا وما نهون، يما ما تنهمي. بإذن الله الملقى يكون، يا يما ما تبقى سجون، الله معانا وما نهون، يما ما تنهمي. الله معانا وما نهون، يما ما تنهمي. يما ما تقول الآه، يا يما يا حنوني، واحتسبي بسبيل الله ابنك وما تهوني. يما ما تقول الآه، يا يما يا حنوني، واحتسبي بسبيل الله ابنك وما تهوني. إن كان السجن في الله تحلى فيه العتمة، إن كان السجن في الله تحلى فيه العتمة. يا يما عتمة السجن ما توهن بعزمي، وسنة الله المحن الصبر يا أمي.